استوديو الثلاثاء. تقاسيم. استوديو الثلاثاء كل ثلاثاء بعد عرض 4 مع مسيكة بن يوسف عبر أثير الإذاعة الجزائرية من سكيكدا. تقاسيم. إنها تقاسيم. السينما في سكيكدا. نبقى مع الهاشتاج الأمن الثقافي. يسعدني أن أستضيف مباشرة عبر الهاتف المخرج السينمائي مولود بيسي. مساء الخير. مساء النور أختي مسيكة. سعداء جدا بهذا اللقاء الثقافي، ولو حتى يكون مقتضب، ولكن أكيد نسمات الثقافة والتقاسيم وصلتنا عبر الهاتف. أستاذ مولود، وأنا أسعد إن شاء الله، ومهما كان مقتضب كما يقولوا ما قل ودل. طيب ما قل ودل. سنبدأ انطلاقا من عنوان يعني الاستوديو هذا الثلاثاء حول الأمن الثقافي والمشروع الخاص بحضراتكم والخاص بفيلم حول حي القبية بولاية سكيكدا. فيلم حول حي القبية يعني وكأنك يعني كنت في داخل أفكاري يعني. تفضل أستاذ. القضية تاع القبية هذه يعني قضية يعني كما يقولوا تقد مضاجع نومنا. القبية راح تندثر، راح تروح، وواحد ملاتي بها ما فهمناش عليه. أنا ناوي نحاول ندير فيلم روبورتاج على القبية، أما إذا سمعتي كاين الناس حابين يديروا فيلم على القبية هذه راني مستعد يعني نساهم ونشارك يعني بكل ما الشيء اللي نقدر عليه. طيب مبدئيا هناك روبورتاج. وي مبدئيا روبورتاج في راسي راهو يدور، راني نلملم كما نقولوا في الامور اللي نقدر نخدم بها الفيلم هذا، اللي يتطلب امور كثيره تقنيه فنيه اجتماعيه، تفهم هكذا من السلطات المعنيه، سياحه، وزاره الثقافه، كل شيء. او تعرفي لازم مجهودات كبيره وجري كبير باش يعني، وان شاء الله كنا نلقاو المعاونه يعني لبغى من المجتمع المدني، يعني ناس هكذا يكونوا ولاد البلاد صح ويحبوا هكذا لا صح يحافظوا على الامور هذه، نتعاونوا معاهم ونمشيو في الامر ما كاش مشكل. طيب أستاذ، الآن أنت في خضم تحضير أفلام؟ وي طبعا، دائما هذه ما نتوقفش منها اصلا. نعم تفضل، نحن نستمع. الجديد أستاذ مولود بيسي، تفضل. بون الجديد تقصدي تحضير الافلام او تحضير المناسبات؟ اولا الافلام وبعدين نروح للمناسبات الثقافيه. بون الافلام عندي الفيلم الاول يعني اللي كاين امور افلام خاصه بيا وحدي شخصيا، وكاين افلام يعني مع بعض الجمعيات هكذا وكل شيء. بون اللي خاصه بيا عندي فيلمين يعني رائعين يعني فوق شي لازم يعني تالمون الناس كما نقولوا السيناريو تاعهم وخدمت لهم ديكوباج تكنيك وعرضتهم على مخرجين يعني قادرين ويعني متمكنين مليح، عجبوهم بزاف، وحتى كان حد اللي يتبناه هو. ولكن انا ارتأيت يعني نديرو انا، ولازم حبيت يعني نديرو في سكيكدا هنا بالذات. الفيلم العنوان تاعو تذكرة الى الجنه، هو محفوظ في لوندا يعني مدايروا الاجراءات كل شيء. العنوان تاعو تذكرة الى الجنه، تاع يعالج القضيه تاع الناس هذو يعني ربي يسامحهم اللي يطيشوا والديهم في دار العجزه، ولا حتى كان اللي يطيشهم خاطي دار العجزه. فيلم هذا اتصلت بيا واحد الشركه تاع انتاج من العاصمه، حبوا يتبناوه وبداو يعني في الاجراءات، واتصلوا بيا حبوا يأقلموه شويه مع كما نقولوا الكارني تشارج تاع التلفازه،
وداروا له غيروا لي بعض الامور هكا منا ومنا. انا عارضت في بعض الامور هكذا صغيره ورجعت لها من المعارضه تاعي في النقاط المعارضه اللي راني معارض فيها، وراني ننتظر في الرد. هذا واحد من الافلام القصيره. وعندي فيلم اخر طويل، فيلم طويل ثاني فيه فكره جديده خلاص في المجتمع نتاعنا. هي فكره واحد مجاهد عاش عمر طويل الله يبارك حتى وصل فوق الثمانينات، وعاش في وقت الاستعمار وكان مجاهد يعني كبير، وزاد عاش في وقت الاستقلال وانسحب وكذا يعني، وفيها لي فلاش باك وكذا بين الماضي والحاضر. رائع جدا. وبخصوص أيضا التظاهرات، في تظاهرات سينمائية عن قريب من بينها هناك في شهر ماي يعني تظاهرات سينمائية أستاذ مولود. وهي من اقتراحي أنا شخصيا، بادئا ببدء اقترحتها على مدير دار الثقافة محمد سراج عامر، يعني لنشكره يعني من المنبر نتاعكم هذا، يعني إنسان متفهم جدا ومتقبل كل شيء للنقد ومتقبل كل شيء، يعني أي حاجة تهدر له فيها يعني يرد عليك يعني بسماحة. الله يبارك، هذا إنسان نقدر نخدمه معاه إن شاء الله ونمشيو بعيد. هو بالذات إنسان داخل هو أصلا في الأوديو فيزيال، لابرونش تاعو في التخصص في الأوديو فيزيال، يعني طحنا قد. المهم هي كاين أولا قبل رمضان نوينا نجيبوا الفيلم هذا اللي راهو داير ضجة، ويعني حقيقة كما سمعت عليه وشفت منه بعض اللقطات يعني عجبني من الناحية التقنية والفنية والفكرة أصلا، وقيتها تشبه شوية الفكرة تاعي هذه تاع المجاهد اللي حكيت لك. الفيلم تاعي تاع العنوان تاعو دمعة وجبل، تاع المجاهد اللي عاش في الاستقلال في وقت الثورة وفي وقت الاستقلال وعاش كما يقولوا عمر طويل. هي جابت الفكرة دخلت فيها فكرتين، النضال، وفي الفرع الأكبر منها هو نضال المرأة الجزائرية. نضال المرأة الجزائرية لأنه الفيلم يتطرق إلى أخت يعني الاستعمار يقتلها أخوها، ويعني وللأسف يكون السبة تاعو هو الأب اللي يحتم على ولده يروح يعقب كما يقولوا العسكر مع في التكنة تاع المستعمرين، الطيارة الصفراء. وما نقدرش كما نقولوا نديطاي بزاف. نتمنى يعني باش كي نعرضوا الفيلم هذا راح يكون تكون الاستجابه تاعو يكون، خاطر كنا نحكيوها كامل الجمهور يتفرج. طيب في مهرجان استاذ ايضا؟ المهرجان الفيلم هذا ناويين ان شاء الله نعقبوه قبل رمضان. نعم ان شاء الله في الايام المقبله، رانا في التحضيرات، والمخرجه اتصلنا بها اللي هي هاجر صباطه. الفيلم فيه 45 دقيقه، قلنا هو جانب آخر من الكفاح الجزائري من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما. هذا نديره قبل رمضان، ربما الأسبوع القادم ولا بعده، ونديروا مناقشات ونجيبوا المخرجة، وربما نجيبوا حتى الفريق التقني باش نكسروا الطابو هذا تاع كي نجيبوا فيلم نجيبوا المخرج والممثل. صحيح. لا أنا حاب نجيب الكاميرامان، نجيب الكادرير، نجيب تاع الإنارة، فريق العامل كله يعني. فريق كامل. علاه خاطر صارت لي أنا لمست في الشباب اللي راهم دي ستاجير عندي دركا مده 3 سنين في دار الثقافه، وما قبلها كنت مع البريفي. لمست فيهم الكل يميلوا باش يولي مخرج والله يولي ممثل، ولازم ممثل رئيسي. هي هذه ما هكذا ما تنجحش السينما. كيعودوا عندنا 100 مخرج و100 ممثل ما نقدروش نديروا فيلم. لازمنا المخرج والممثل والكادرير والانجينير دو سون وتاع الاناره وتاع السكريبت وتاع اللي يحكم الكلاب والبيرشمان. لازمنا فريق كامل متكامل. اما بالطريقه هذه تاع كل حابين يولي مخرج وكل حابين يولي ممثل ما نقدروا نديروا حتى فيلم كذا ونبقاو في الهوات الى ما شاء الله ما عليش وقتها. حاب نكسر الطابو هذا كي نجيب لها من كادرير كاميرامان، هم يعرفوه كاميرامان، احنا نقولوا كادرير. الكادرير كي يشوفوه باللي ناجح ويلقى واحد 30 سنه هو كادرير وناجح جدا 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 كما نقولوا إلا با بزوا باش يولي مخرج ولا يولي ممثل رئيسي باش ينجح. كادرير ناجح والله، انجينيور تاع لا ليميير ناجح، انجينيور دو سون ناجح. فهمتيني اخت مسيكا؟ نعم
أنا معك في الصورة، والصورة وصلتني، لأنه هم يحوصوا على عنصر النجاح والشهرة، هو الممثل والمخرج تحديدا أو السيناريست، ولكن في طاقم كامل للعمل السينمائي وكل واحد دوره. كل واحد دوره، كون ينقص واحد ما سمرش ما ينجحش الفيلم. والمهرجان السينمائي نعم. نقولوا ايام سينمائيه، يعني مازال ما وصلناش لدرجه مهرجان. نكونوا واقعيين، يعني كما نقولوا السلم من طلعوا من الدرجه الاولى. حبينا نديروا ايام سينمائيه. الايام السينمائيه هذه نديروا فيها عرض فيلم يكون ناجح، عنده جوائز، كثير من الجوائز، وراني شفت ديجا بعض الافلام ناجحين تاع اصدقاء ناجحين على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في المهرجانات تاع البحر المتوسط، الافريقيه العربيه والدوليه وكل شيء. وراح تكون فيها قدموا فيها ورشات للهواة والمتربصين اللي معنا، ورشات راح تكون في التصوير، الاخراج، الاناره، الصوت والتركيب كما قلت لك، باش ما نبقاوش محصورين في مخرج وممثل رئيسي برك. وفي الايام هذه ارتأيت يعني نقسم الايام الى فرعين. فنقصد على المسابقه تكون فيها فرعين، في الفيلم القصير الوثائقي والفيلم القصير الاجتماعي. حبيت نخليها في الفيلم القصير باش نستقطبوا كثير كما نقولوا عدد كبير، خاطر كون نديروا الفيلم الطويل راح فيلم واحد ولا زوج ياخذ لنا وقت كبير. صحيح. التشريح نتاعو مع لجنه التحكيم وفي العرض نتاعو كذا. مره خلاف كي نعودوا عندنا تجربه مليحه احنا وكما نقولوا وجماعه اللي معانا تاع دار الثقافه العمال وكذا، يوليو يعتادوا على الامور هذه لا ونعرفوا نوليو نديروا افلام طويله. والافلام الطويله ما دير لهاش مهرجان تاع يومين ولا ثلاثه، لازم فوق الاسبوع 7 ايام 10 ايام باش تقدر ديطايي وديبوي الافلام هذولا وتحللهم وكل شيء ودير لهم العلامات وكل شيء. هذه هي يعني باختصار. إليك الخط أخش ماسكة. طيب أستاذي، نحكي في نقطة أخرى هي التكوين الآن ما شاء الله، تكوين حثيث للشباب وشابات ولاية سكيد على مستوى دار الثقافة محمد سراج، انطلاقا من النادي الخاص بالسينما. وي، نادي السينما هو مازال ما شاء الله مازال، وان شاء الله يكمل. ما دامنا هنا نكملوا ان شاء الله. انا واحد من الناس نكملوا، ماذا بيا ما نبقاش وحدي، ماذا بيا يكونوا ناس خلاف سينمائيين سكيكديين يجيو يقترحوا على المدير، ونقول لهم يعني نستغل المنبر تاعكم ونقول لهم كاين بعض السينمائيين سكيكديين ما همش في سكيكدا، يجيو ساعه ونعرفهم. ماذا بيا كون يجيو هما ثاني يعاونوا في الامر هذا. هما كانوا يتهربوا شويه هكذا لا هكذا، صراو عندهم خلفيات، يعني ربما مع يعني نهضروا صراحه مع مدراء اخرين مع كذا تلقاو امور ما عجبتهمش راحوا. نقول لهم درك راهو الباب مفتوح يعني، ويعطيه الصحه عامر. ونقول لهم عامر بالذات المدير تاع دار الثقافه راهو في المجال السمعي البصري بالذات، هو بالذات يعني اي واحد يجي في المجال هذا راح يستقبله وراح يفهم عليه مليح، وكون يقترح عليه اي واحد يقترح عليه اي فكره راح يمشي معها كما اقترحت عليه انا الفكره هذه. كان متفهم جدا، وفورا يعني بدينا في الاجراءات وجبت له مخرجه الرقم تاعها، يعني في ترحيب للعمل السينمائي وترحيب وكما نقولوا تبناها اصلا. طيب. الفكره. طيب استاذ مولود بيسي، كلمه اخيره لو تكرمت. كلمه اخيره والله يعني انا كلمه اخيره يعني نطلب من الشباب. بكري كان عندنا مشكل مثلا في المؤسسات ولا درك عندنا دار الثقافه الله يبارك، قصر الثقافه، المسرح وفتح ان شاء الله، يعني يشمروا على درعيهم برك، ولكن عندهم خلفيات ينساوها. قاعد يديروا قاطعه مع الماضي، ما تقولش انا ما حقروني انا داروا لي، ارواح تقدم وشوف. كاين نعرف شوفي نعرف شباب جامي تقدم لبلاصه يجي يقول لك انا حقروني وما عطاونيش فرصه وكذا وكذا، نقول له انت وين تقدمت؟ ما على بالوش. شكون اللي ما عطاكش فرصه؟ ما على بالوش. يعني قاعده وكانها وراثه صراش الواحد هضر الهضره هذه قعدوا الناس كل يهضروها. طيب. ما كانش منها ارواح قدم وشوف والمس الامر بعينك، اكيد ملموس يكون الوضع لما يكون ملموس اكثر واقعي، هو ياخذ النظره والخبره وايضا يساهم ويبادر، اكيد راح تكون نتيجه باذن الله. شكرا جزيلا استاذي. عفوا بارك الله فيك. وفيك بارك. شوف استاذ مولود بيسي المخرج السينمائي، احييك تحيه
كبيرة جدا ومن القلب، وتحية أخت لي مخرج سينمائي مربي للأجيال ومن الناس اللي يحافظوا على الأمن الثقافي خاصة المحلي. شكرا جزيلا أستاذ مولود بيسي. العفو، بارك الله فيك وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، شرفتنا أستاذ. 55 دقيقة بعد 7 بالإذاعة الجزائرية من سكيكدا. برنامج تقاسيم انتهى، برنامج استوديو الثلاثاء انتهى لهذا المساء. تحية لكم جميعا، لكل مستمعينا، للطاقم العامل، زميلتي صالحة شكرا جزيلا، زميلتي حبيبة شكرا جزيلا. أنا مسيكة بن يوسف، في أمان الله. استوديو الثلاثاء، تقاسيم. استوديو الثلاثاء كل ثلاثاء بعد عرض 4 مع مسيكة بن يوسف عبر أثير الإذاعة الجزائرية من سكيكدا. سكيكدا راديو 94.8 FM.